حبيب قلبي. بص يا صاحبي، في سنة 2003 بيتعرض مسلسل الحقيقة أو السراب اللي كان من بطولة فيفي عبده ويوسف شعبان ومجموعة تانية من النجوم. ورغم إن المسلسل على الورق كان دراما اجتماعية وإنسانية وما فيهوش أي عنصر كوميدي، إلا إن في شخصية كده طلعت في النص ورمت لك بكل الكلام ده عرض الحائط. وإحنا هنا بنتكلم يا صاحبي عن باسم أبو السعود، الشخصية اللي قدمها الفنان الجميل الأندر ريتد جدا أحمد سعيد عبد الغني، واللي تقريبا كل ما تيجي سيرة المسلسل الشخصية دي هي أول حاجة بتيجي في بالك، وتقريبا بقت هي المسلسل بالنسبة لنا. تعالى بقى اما احكي لك ازاي الكاركتر ده كان ايقوني، وليه كان لازم حد يستغله ويعمل له عمل لوحده، وازاي احمد سعيد عبد الغني ابدع في الشخصيه دي وتحولت لواحده من اشهر شخصيات الميمز. وهقول لك على مفاجاه في الاخر تخص الدور ده. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. اول حاجه عايزين نعرفها مين هو باسم ابو السعود. باسم هو صاحب عادل زميل منال في الكليه، وعادل ده كان بيحب منال، بس منال سقعت له وادت له الصابونه، فساعتها بيستعين بصديقه المنقذ باسم ابو السعود ايرون مان الغلابه.